من سنة بالظبط كنت بجهز أجندتي الشخصية. كنت بعملها عشان تساعدني أرتب حياتي، طريقي، أفكاري، أهدافي الجديدة. ولما شاركتها مع الدايرة اللي حواليا لقيتهم كلهم بيسألوني نفس السؤال: ليه مش بتساعدي بيها غيرك؟ ليه الأجندة دي تفضل عندك انتي بس ما تطلعش للنور؟ والسؤال ده ما كانش مجرد سؤال، كان هو الشرارة الأولى. جربت أجندات كتير، بحترم كل صناعيها، بس ولا واحدة كانت شبهي. في منهم مفضل ليا بس مش شبهي. في أيام صفحات كانت بتكفي، وأيام الصفحات بتبقى كتير، وأيام الصفحات فاضية ما بكتبش حاجة فيه. وده كان بيسبب لي ضغط إن أنا سايبة الأجندة فاضية. كان دايما في حاجة ناقصة، تصميم كويس بس مش معمول لشخص طموح أو متعدد الشغف أو شخص بيبني طريقه بنفسه. وقتها بدأت أنفذ أجندتي بإيدي زي ما أنا محتاجاها، بعد دراسة وتجارب ومذاكرة ودقة كبيرة. خلت أول نسخة تطلع للنور وجربها مع الدايرة المحيطة بيا المهتمين بالأجندات، والنتيجة كانت إن هما كمان شافوا فيها حاجة مختلفة وأثرت فيهم وغيرت في حياتهم. ومن اللحظة دي اتولد من الألف للياء. بس في مشكلة أكبر شوية، مشكلة بيمر بيها كل شخص طموح، مشكلة الفجوة بين العلم النظري وسوق العمل الحقيقي. في مدارسنا وجامعاتنا بيعلمونا المعلومة، لكن محدش بيعلمنا المهارة. بنتخرج وبيبقى مطلوب مننا خبرة، واحنا أصلا ما نعرفش سوق العمل بيتم فيه ايه، ما نعرفش ازاي نقدم على وظيفة، ما نعرفش ازاي نعدي الانترفيو، ما نعرفش أصلا المفروض ايه اللي نقوله في الانترفيو. محدش بيجهزنا للحياة العملية بجد. بنتخرج ونصطدم بالواقع، بنكتشف إننا ما نعرفش ازاي نتعامل مع مدير، أو نتفاوض على حقنا، أو حتى ندير وقتنا صح. بنتعلم كل ده بالخبطات، وبندفع تمن كل ده من وقتنا ومجهودنا وصحتنا النفسية للأسف. بنبدأ واحنا تايهين، مفيش مصدر عربي كامل، مفيش حد يمسك ايدينا من أول الطريق لآخره أو يساعدنا أو حتى يدلنا على كتالوج الحياة العملية. أما الكورسات دي قصة تانية، يا نظري بحت، يا مش شبه الواقع خالص، أو قديمة، أو مش منطقية، أو ممتازة جدا بس بلغة مختلفة عن اللغات اللي نعرفها، ولا عربي ولا إنجليزي ولا أي لغة دارجة. يا إما غالية جدا، يا إما كورسات ملهاش قيمة. وقليل جدا الكورسات اللي بيبقى ليها قيمة مقابل سعر وبنقدر نجيبها، حتى لو مش هنقدر نجيبها بس يبقى ليها قيمة حقيقية. وفي الطريق ده كنت بتعلم كتير، اتعلم من كورسات مفيدة وكورسات اكتشف في نهايتها انها ما فيهاش القيمة اللي انا كنت بدور عليها. اتعلمت من مصادر كتير جدا، مصادر من جوه مصر وبره. جربت وطبقت وبنيت مشاريع بنفسي، ساعدت اللي حواليا في طريقهم وفي مشاريعهم، لغاية ما سمعت منهم جملة: ان انا شرحي وفر عليهم توهان كتير، وفر عليهم فلوس كانوا هيدفعوها في كورسات وادوات ومصادر كتير هم مش محتاجينها. واهم الجملة فرقت معايا ان انا بعرف ابسط اصعب حاجة واوصلها بالطريقة المناسبة لكل شخص. وقتها بس قررت ان المعرفة دي ما ينفعش تفضل عندي، ما ينفعش استفيد بيها في شغلي وحياتي بس، المعرفة دي لازم تطلع للنور. زي النهاردة من سنة بدأت بفكرة، وبقينا فريق، وبقينا براند الحمد لله، وبقينا أثر حقيقي في حياة ناس كتير. أجندات رتبت أيام وأهداف، نوت بوكس ومنتجات وضحت أفكار وساعدت ناس كتير يتعافوا ويتخطوا مواقف كتير. الدبلومات بنت جسر حقيقي بين المعرفة والفرص في سوق العمل. أما الاستشارة ساعدت ناس كتير يقدروا يتخطوا المرحلة اللي هم فيها ويوصلوا لأفضل طريق مناسب لكل حالة فيهم. مجتمع من الألف للياء بيكبر كل يوم بأشخاص قيمتهم عالية، أشخاص مش عاديين، أشخاص بيصنعوا الأثر بجد. من الألف للياء موجودة عشان كل حد شايف نفسه في مكان أحسن، رافض الوضع الحالي، بيسعى وبيجرب طرق كتير. لكل حد حاسس إن هو تايه شوية بس رافض فكرة إن هو يبقى نسخة مكررة. لكل حد بيبدأ من الصفر، ولكل حد جيل أول بيحارب عشان يبني مستقبل أقوى من اللي اتولد فيه. وعشان النهاردة يوم مش عادي وما ينفعش نحتفل من غيركم، جهزنا أكبر عروض مميزة تناسبكم، عروض عيد ميلاد من الألف للياء. والعروض دي مستمرة لمدة 24 ساعة فقط. تقدروا تختاروا العروض اللي انتم محتاجينها دلوقتي من مجموعات الأجندة السنوية، منتجات من الألف للياء، دبلومات، كورسات، أيا كان اللي انتم محتاجين. كل جزء فيهم مخصص عشان يوفر عليك طرق كتير وتوهان أكتر وخسائر تجارب الغلط والمجهود الضايع، وكمان خسائر الفلوس. لأن للأسف خسائر الفلوس في بداية الطريق بتكون كتيرة وبتكون صعبة جدا علينا، مش قادرين نتحملها واحنا لسه بنعافر في بداية الطريق. احتفال زي ده في سنة زي دي بدأنا وبنكبر فيها معاكم ما ينفعش يكون عروض وخصومات بس، لازم يكون في هدية إضافية حقيقية،
هدية ليها قيمة ومعنى زيادة بجانب العروض. هدية ممكن تكون نقطة تحول في حياة كل شخص. عشان كده قررنا نفتح التسجيل في محاضرة مجانية، أو نقدر نقول إنها كورس كامل مكثف. محاضرة هنتكلم فيها عن نظام التشغيل البشري، شفرة البصمة. اسم غريب شوية بس هنترجمه ونفهمه. هنعرف ازاي تكون غير قابل للاستبدال في عصر الذكاء الاصطناعي. ما تقلقش، مش هقولك غير مجالك ولا روح لمجال التكنولوجي منتشرة فيه ولا كل ده. مش هديك نصايح عامة، انا هكشف لك عن نظام نفذته وبستخدمه وحقق نتائج كتير الحمد لله. هساعدك تكتشف وتفك شفرة البصمة الخاصة بيك انت عن طريق منظومة متكاملة هتساعدك تبني حصانتك المهنية وترتب مهاراتك وقدراتك اللي لسه ما استغلتهاش لغاية دلوقتي. هتكتشف نفسك من جديد وتوظف كل ده صح. هسألكم سؤال ممكن يكون مش مريح لجزء منكم بس مهم، وخصوصا في الفترة اللي احنا فيها اللي التكنولوجي بتجري فيها بسرعة مش قادرين نواكبها. لو بكرة صحيت ولقيت ان في أداة جديدة ظهرت من أدوات الذكاء الاصطناعي بس بتعمل 80% من شغلك، ايه اللي هيتبقى منك؟ ايه القيمة اللي أي شركة أو عميل هيفضل متمسك بيك عشانها؟ الحقيقة ان الأمان الوظيفي بشكله القديم انتهى، والشهادة الجامعية لوحدها مش ضمان. الأمان الحقيقي دلوقتي ليه مصدر واحد، وهو إنك تبني منظومة مهارات متكاملة تخليك محصن ضد أي تغيير. في المحاضرة دي هنفكك مرحلة مرحلة، هتعرف وتشخص وتبني من جديد. هتبني خطة للسنة الجديدة، لكن خطة قابلة للتنفيذ وهتتنفذ إن شاء الله، مش بنفس طريقة كل سنة. المحاضرة دي مش مجرد كلام نظري، دي ورشة عمل مكثفة هتخرج منها بنظام متكامل شخصي وتشغيلي ليك انت مخصص عشانك. هتبني خريطة طريق شخصية وواضحة لمستقبلك المهني. الأماكن محدودة جدا لأنها محاضرة تفاعلية وورشة عمل عميقة جدا علشان نضمن أقصى استفادة ليكم. التسجيل مفتوح من دلوقتي، تقدروا تسجلوا من خلال اللينك الموجود في أول تعليق، وتقدروا تستفيدوا من عروضنا الحصرية والتكلفة الرمزية خلال 24 ساعة فقط. مستنية نبتدي ونطبق مع بعض خطوة بخطوة. شكرا إنكم كنتم جزء من أول سنة، وشكرا إنكم صدقتم في حلم بدأناه وبنيناه بخطوات وأهداف مكملة إن شاء الله، وبقيتوا جزء من أثر بيكبر كل يوم. من الألف للياء مش مجرد منتجات ولا خدمات، دي طريقة تفكير ونظام للنمو اتعملت عشان تساعد كل واحد فيكم يبقى نسخة أقوى وأفضل من نفسه. يلا نكمل الرحلة، لأن ده كان مجرد الفصل الأول في قصة رحلتنا.